أخوتي الكرد، أنا مستغرب لما يتحول اسم شيرين وتولين إلى زينب وفاطمة وعائشة. أنا مستغرب لما يتحول اسم دلبرين ودليقش إلى اسم عباس وعمر. هذا تخلي عن قضيتكم. أنا بهالحالة ماني معك، أنا ضدك تماما في هذه الحالة. أنا أؤمن بقضيتك الكردية، فجأة تصير قضيتك قضية الدين لما تسلم حضرة جنابك، فجأة تخون وطنك وقضيتك ولغتك وتخون حتى أبناء جلدتك. وأنا مع هاي الصنف من الأشخاص، أنا ماني معاكم إطلاقا، مشان يكون عندكم علم ويكون واضح. أنا أؤمن بالقضية العادلة، القضية الكردية واللغة الكردية، ولا أؤمن بقضيتك لما تسوي لي عيد نيروز يصير بدعة عندك، ولا تؤمن إلا بعيدين الأضحى والفطر. أنت خاين خاين خاين، طبعا خاين أنت. ليش خنت قضيتك الكردية؟ ليش صار قضيتك هي قضية الدين وسويت عيد النيروز بدعة ومنكر؟ وحولت لي اسم شيرين وتولين إلى فاطمة وزهراء وزنوبة وعيوشة وما بعرف إيش، ودليقش ودلبرين تحول إلى عمر وعباس وما أدري إيش وحيدوري. شو السالفة هذه؟ هاي خيانة عظمى وانسلاخ من قضيتك ومبادئك وقيمك. أنت باي باي، أنت وقضيتك إذا ظليت على هذا الفكر، وأنا أحذر من هذا الفكر وهذه الطريقة الأسلماوية التي تنهي قضيتك. أنتوا الآن خطر كبير جدا. الأخوة في روجافا، كردستان، ديريك، كوباني، في كل مكان الكرد، اسمعوني زين، الأسلمة الكردي لما يسلم يتخلى عن القضية، تصير قضيته قضية الدين ولغته تصير العربية وليست الكردية لغة الدين. حتى الألوان الجميلة، الأخضر، الأصفر، الألوان الجميلة، الأحمر، يتحول فجأة إلى لون أسود، غمامة سودة. طمس للقضية، شيء مخيف جدا. الكردي لما يسلم يصير كالسرطان في جسد القضية الكردية، ضد أبناء جلدته وضد قضيته. وهذه مصيبة كبيرة الآن ستعانون منها، ومستقبلا أحذر منها.